اعزائي اهلا بيكم في حلقه جديده. طبعا يا جماعه امبارح منتخب المغرب كان بيلعب بوركينا فاسو، كمان كسب 1-0، وده يعني اصلا من ضمن الماتشات الوديه اللي المنتخب بيلعبها. طبعا يعني فوز مهم ويدي دفعه معنويه كبيره جدا للمنتخب. في نفس الوقت يعني انت اصلا مش بتلعب منتخب نص كم ولا حاجه، لا برده منتخب بوركينا فاسو من اقوى المنتخبات اللي حاليا موجوده في افريقيا. معنى انك تكسب دي برده حاجه كويسه جدا. يعني بصراحه انا ما اتفرجتش على الماتش، قلت بقى كده اجيب الملخص واشوف منتخب المغرب كان مقدم ايه، يعني بقى نتفرج على فيديو مع بعضينا. بس طبعا بقى ابتدي مش تعمل لايك، يعني عايزك تنزل دلوقتي حالا تكسروا الزر لايك في السريع. طب لو مش عامل اشتراك تعمل اشتراك حالا، تاكد بقى عليك بعد زر الجرس عشان خاطر يوصلك اي فيديو. يلا بينا. يلا يا عم تعال نشوف ده تشكيل منتخب المغرب: بونو وحكيمي مزراوي ونايف اكرد ورومان سايس وناحي وسليم املاح والزلزولي. عبد الصمد بيلعب فنقول له الحمد لله على السلامه. طب سفيان بوفال فين يا جماعه؟ يا ريت حد يعرفنا. طبعا ربنا يصبر اهل المغرب والمغربيين كلهم على احداث الزلزال، يعني ربنا يرحمهم يا رب ويجعلهم من اهل الجنه باذن الله. طبعا فتره الحداد خلصت الثلاث ايام، بعد كده المنتخب لعب الماتش الودي، فبصراحه حاجه تحترم. الناس العالم كلها تعاطفت مع منتخب المغرب، مع المغرب خصوصا، وحاليا احداث ليبيا الزلزال، مش الزلزال، الرياح اللي حصلت، فمش عارف العرب ماسكهم ايه الفتره دي، بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. شايف اشرف داري بيلعب؟ ايه ده ايه ده ايه ده كده؟ في حاجه غلط ولا انا بتهيألي؟ ازاي اشرف حكيمي ومين منصور مزراوي واشرف داري بتاع الوداد؟ غريبه. في لاعب شاب اهو. بصراحه طبعا منتخب المغرب التذاكر كلها اتبرعت للاهالي اللي حصل، اللي اتضرروا يعني من الزلزال اللي حصل. طبعا دي حاجه كبيره جدا. اوه بوب 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 بوب. سليم املاح، يا عيني يا سليم. سليم حاليا بيلعب مع نادي فالنسيا، دي حاجه حلوه. ثلاث ارباع دلوقتي المنتخب كلهم محترفين. يا عيني يا عيني يا عيني. لا 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 لا. الجمله كلها جميله تصدق. يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا نصيري. لا يا املاح، لا يا سليم. اوه مين ده يا جماعه؟ مين ده؟ يا ريت تكتبوا لنا تحت اسمه في الكومنتات. يا نايف اكرم. طبعا اعذرونا ملخص هتلاقي في حاجات سريعه ولقطات سريعه كتير، بس يعني عشان خاطر مش لاقيين ملخصات كويسه. عز لعيب، عز بصراحه لعيب موهوب. يا عيني يا عز. اوه يا نصيري. هو رايح فين يا عم؟ انت رايح بتهزر يا جماعه. على فكره منتخب بوركينا فاسو منتخب قوي وقوي جدا بدنيا وكل حاجه. يا عيني يا عز. يا جماعه يا ريت تكتبوا لنا تحت في الكومنتات اسمه ده فين. سفيان بوفال. عز الدين. اوه هو تقريبا كده اشرف حكيمي ونصير مزراوي الاثنين بيلعبوا قدام بعض. يا عيني يا عيني. لو لمسها. فكرتها حلوه بصراحه يا اشرف، بس هو كان بيقع. يا عيني يا حكيمي. الحق. ايه دي؟ روح نصيري. لا 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 يا نصيري، لا يا نصيري. ليه فرد يا نصيري؟ كان ممكن تلعب جماعه احسن، كان ممكن يلعب مع عبد الصمد الزلزولي. يلا يا سليم. لا يا سليم. زلزولي.
عدت اوه يا لهوي يا جدعان على النحس، يا لهوي على النحس. ملخص سريع او مش ملاحقين بجد. انت عايزه تلف معاك لبره يا حكيمي دي. لا بس بصراحه شايف المنتخب المغربي رافع البلوك جامد على بوركينا فاسو، خانقهم حرفيا، مخلي بوركينا فاسو مش عارف يخرج، او اكيد مش عارف يعمل هجمات عدله. يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني. لا 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 لا، يخرب بيتك يا عز، يا عيني يا عز، الله ينور يا عز، يا عيني يا عز الدين، يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني. لا جون جميل، جون جميل، جون جميل قوي بجد. ايه ده؟ الجون ده هو اللي بدأها عز الدين. مين ده يا جماعه؟ من 21 ده ومشيت معاه ومشيت. يا لهوي على الهدوء. لا لا عز الدين الله اكبر عليه بجد. لا 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 يا عيني يا عز الدين، يا عيني الله ينور عليك يا عز. موهوب موهوب الله اكبر عليه، موهوب. لا جون جميل بصراحه. اوه لو استلمها دي. يا عيني. اوه فاش ضربة جزاء دي. سليم يا عيني يا سليم، يا عيني يا سليم. يا جماعه سليم املاح لعيب حلو قوي، بس بحسه بيطول الكرة كتير. يا اشرف، يا اشرف يا داني ما تضيعش. يا عيني يا اشرف. لا ده مش هو، ده الواد الجديد الصغير ده. ماشي حلو. اشرف داني بصراحه من اللعيبه اللي عندها النزعه الهجوميه بتاعتها حلوه قوي. لعيب موهوب بصراحه. راح 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 راح. لا لا يخرب بيتك. لا يا عبد صمد. لا بيهزر، بيهزر والله بجد. لا ما تضيعش دي، ما تضيعش. حطها باستهتار. يا جماعه الجون بيعمل كور غريبه بصراحه. لا يا عبد صمد. لا 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 حطها وحش قوي 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 بجد. يا جماعه لو حد يعرف يكتب لي الماتش ده بيتلعب فين؟ الملعب ده فين بجد؟ الملعب جميل قوي. لا يا جدع، لا يا جدع حرام عليك. اداله كارت اصفر. يا ساتر يا ساتر يا ساتر. يا عيني يا رومان يا سيد، يا عيني يا غانم يا سيد، يا عيني على التدرج، يا عيني على التدرج. اخلص يا سليم يا ملاح اخلص. لا جملة جميلة. لا بس تدرج بالكرة والجملة كلها كانت حلوة، بس يوسف النصيري لو ما كانش دخل فيها وخلى اشرف يجري من الاول كانت فرقت معاه. زكريا ابو خلال نزل. يا عيني يا زكريا. عجبني زكريا ان هو بيلعب على الجون كتير قوي، ايجابي على الجون قوي، فدي حاجه حلوه قوي في زكريا. لا لا لا. يا عيني يا زلزول. خلص الفيديو يا جماعه. لا بصراحه برضو اداء كويس، مش وحش ولا متوسط ولا حاجه. لا منتخب بوركينا فاسو منتخب قوي، والمنتخب المغربي عامل اداء حلو، يعني ما نضحكش على بعض. انك تبقى زانق بالاصح كده بوركينا فاسو، فدي حاجه تتحسب للمنتخب ووليد ركراكي بالذات، خصوصا يعني في لعيبه كتير اساسيه ما بتلعبش. حكيم زياش ما بيلعبش، شايف سفيان موفال ما بيلعبش، في برضو مين سفيان مرابط كمان ما بيلعبش. فبصراحه اداء كويس.
بس بقى كده الحلقه خلصت. لو الفيديو عجبك غير لك فيديو جديد. اشوفكم الحلقه الجايه. السلام عليكم.